3 2 1 اكشن. فوكس. ولعت. خربت الكاميرا. اوكي زبطت. لنبدأ المغامرة. مرحبا يا عقرباويين، رمضان مبارك عليكم جميعا. كنا بنعرف السمبوسك والقطايف والمسلسلات الرمضانية، بس هل عمرك سمعت عن ناس بيفطروا وهم واقفين؟ مش أنا، ناس بيفطروا وهم واقفين خاوة. أو عمرك سمعت عن ناس قبل رمضان بيوم بقرروا أنهم يعملوا حرب بالمية؟ اليوم أول حلقة من سلسلتنا الرمضانية توب 10، راح نلف العالم ونشوف أغرب 10 أشياء من كل إشي. يعني حرفيا أغرب 10 شغلات ممكن تسمعها في حياتك. جهز شايك أو قهوتك بعد الإفطار طبعا، مالك؟ ويلا نبلش. نبدأ من أكبر دولة إسلامية في العالم، أندونيسيا. بأندونيسيا عندهم عادة اسمها بادوسان. بيقول لك قبل رمضان بيوم الناس بتنزل جماعات للينابيع والأنهار عشان يغتسلوا ويتطهروا من ذنوبهم تبعيت السنة كاملة. يعني رمضان عندهم بيبدأ بشاور جماعي حرفيا. المرتبة التاسعة المغرب، ورجل يدعى النفار. اسم بخوف، النفار يعني اللي بنفر الناس منه. في المغرب المسحراتي إله ستايل مختلف تماما. شخص بلبس لباس تقليدي مميز جدا وبمشي بنفخ في بوق طويل صوته قوي عشان يصحي الناس للسحور. تخيل تكون نايم فجأة يجيك صوت بوق ينفرك، بطلع تسحر وبفطر عليك حرفيا. طبعا هذا الجزء لا يتجزأ من التراث المغربي. أحلى تحية لأهلنا في المغرب، صدقكم معلم. شو قصته هذا النفار؟ حقيقة هاي المعلومة ولا حكي فيسبوك؟ في المرتبة الثامنة باكستان وحرب البيض. في باكستان عندهم لعبة غريبة، وهاي اللعبة بتنشط بليالي رمضان، اسمها حرب البيض. الموضوع مش انه تجيب بيض اكله، لا، هاي منافسة. بتجيبوا بيض مسلوق بلونوه وكل واحد بيحاول يكسر بيضة الثاني، واللي بيضته بتصمد للنهاية هو الكسبان. واللي ما لقيته غير البيض يعني حتى صفي نيتك لموتك، الدنيا رمضان. مالك؟ سامعك سامعك يا زلمه سامعك يا زلمه. ايه مالك؟ في المرتبة السابعة تركيا. نطير لتركيا إلى العادات العثمانية قديما. عادة عثمانية قديمة اسمها المحيا، وهي بيعلقوا لافتات ضوئية ضخمة بين مآذن الجوامع مكتوب عليها عبارات ترحيب برمضان زي مرحبا يا شهر السلطان. المنظر بيكون خرافي وبنور سماء اسطنبول يعني بطريقة حلوة. طيب وين الجديد؟ تعال شوف غرفة أمي عن جد فيها محيا. أمي أصلا عثمانية، الحمد لله لأنه ربنا خلق أمي مسلمة. بتعرف لو أمي هندية كان لقيت الدار معبي فيها لو بقر، هيك بتداثر في بقرة بتداثر حرفيا. في المرتبة السادسة إلى العراق ولعبة المحيبس. هيك قال لي الشاب اللي من العراق، يعني تواصلت معه أنطاني المعلومة. بعرفش أهلنا في العراق هل هو سادق هذا ولا كلوات. بيجوا فريقين كبار، واحد منهم بيجي الخاتم بيلبسه لأحد أتباع الفريق يعني أحد من اللي بيلعبوا معه، وبتبلش عملية البحث عن الإصبع اللي لابس الخاتم. كيف؟ من نظرة عينه، يعني بدك تطلع عليه يكون عندك الحاسة 4 كلها يلعب عبد اللطيف، تطلع عليه زي هيك الخاتم بصبعك اطلع، فهيك بكون هو خسر وانت فزت. جزر المالديف اللي انا يعني مقضيها فيها 24 ساعة غاد، عندهم لعبة غريبة اسمها قصائد الاسماك. تخيل انك في المالديف الافطار هناك لازم يكون فيه طبق اسمه كوليمس، يعني كرات السمك، بس الأغرب إنهم بيألفوا أشعار وقصائد خاصة بأبصر كيف بيقروها برمضان بس، وغالبا بتكون مرتبطة بالحياة البحرية. يعني مثلا بيجي بغزل في حبيبته بيقولها كله سمك عادي إلا أنت حوت، يعني زي هيك. هاي قصائد. بأوغندا عندهم عادة قديمة يعني من زمان، اللي هي بتيجي الزوجة بتمسك أي إشي وبتضرب جوزها على راسه قبل الإفطار. هاي لو إنها عندنا بتطلق في ساعتها، يعني انت فاهم، بفطر على عائلتها كامله. لا، والمشكله انه الرجل هناك بتقبل الضربه برحابه صدر، زي وكانها بتقول له قبل الافطار لازم تاكل ضربه، يعني كنوع من التضحيه والموده. معلم مالك؟ إيه لا جد مالك؟ في المرتبه الثانيه جزر القمر. في جزر القمر السكان بخرجوا في الليالي وبيحملوا مشاعل ناريه وبمشوا فيها على السواحل عشان ينعكس ضوء النار على البحر مع صوت الطبول. هي مناظر ساحره وروحانيه، بس انا لو كنت طالع سائح لغاد ولقيت 15 واحد طايرين علي على الساحل معهم هاي وطبول، اقنعني انه هذول مش جن جايين من المداح مثلا، لانه المداح راح يلمسنا حرفيا في رمضان. في المرتبة الأولى السودان وقطع الطريق. وقت الإفطار الرجال السودانيين بيطلعوا بوقفوا بنص الشارع وبيجبروا أي سيارة مسافرة إنها توقف، وبينزلوا الركاب خاوة عشان يفطروا معاهم. طب هاي عادة مش غريبة، يعني عادي أهلنا في معان بيسووها.
لمعانية. إذا إنك زلمة في رمضان قبل الإفطار مر من معان وتنزلش تفطر، بيعملوا لك قلق، خاوة الإفطار عندهم فيش مجال. كرم. وهيك بنكون لفينا العالم بأول حلقة رمضانية بأغرب 10 عادات رمضانية ممكن تكون مرت عليك. إذا أول مرة بتشوفني وحبيت محتواي لا تنسى تشمطني لايك وتشارك الفيديو مع أكبر عدد ممكن. إذا كنت أنت على الفيسبوك بكفيني لايك، أما إذا أنك على اليوتيوب فبرضه بكفيني اشتراك. معلم مالك. نلتقي غدا أو بعد غد بحلقة جديدة من أغرب 10 أشياء في الكوكب.